هائل جدا. وكل اللي بنقوله ده عشان الفنان يخلي باله، وعشان الرياضي يخلي باله، وعشان الجامعي يخلي باله، وعشان شبابنا يخلي بالهم. اللي احنا بنقوله يمكن في عجاله، ويمكن اراء سريعه، يمكن يشبه الاكتئاب، بس انت تفاؤلك معلق بحاجه واحده بس، ان كل واحد يبدا. انا قلت في اخر ندوه ليا في الجامعه، قلت لهم انتم اسلحه جباره لمصر. لو كل شاب قال بينه وبين نفسه في اوضه مقفوله عايز ابقى عظيم. انا سمعت ابويا وهو بيقول البلد فيها رشوه، فيها كوسه، فيها محسوبيه، مفيش شغل، في بطاله، مش لاقيين شقه. وانا لما اتخرجت برضه ما كنتش لاقي شقه، وكان في بطاله وفي كوسه وفي رشوه وفي محسوبيه. كل العصور فيها ده، مش هذا العصر. ممكن تبقى زياده، في فساد زياده ممكن، ولكن انا اخترقت، عملت باب لنفسي وفتحته، عملت فرقه. وانا لما اتخرجت من تلامذتي ومن زمايلي وعرفت الناس انا مين، انا اللي اقتحمت، لان ما رحتش قلت لحد شغلني. قلت للشباب حد فيكم في كليه الطب في اخر سنه قعدتوا مع بعض قلتوا هنفتح مستوصف؟ لا. تلاقي الشاب بيقول لك انا عايز افتح عياده، هو ما يملكش يفتح عياده. هذا الحلم الزائف عايزين نموته. عايزين نلعب مع بعض، مش زي الرياضه. الالعاب الجماعيه بنخسر، لما الالعاب الفرديه بننجح فيها، لاننا فقدنا لغه المخاطبه، ان احنا نعمل عمل جماعي. عايزين نلعب مع بعض، عايزين نلعب كلنا مع بعض، عايزين كل واحد ياخد القرار يقول انا هبقى عظيم في المجال الفلاني، ويسيبوا من حكايه ايه اصل في شغل فيش بتاع، اصل في فساد في البلد، سيبكم ده عشان نقضي على الفساد. كل واحد في حاله كده في اوضته يقول ازاي هبقى عظيم، ازاي هبقى اعظم مهندس، ازاي هبقى، وهيحبط وهيقابل احباطات، بس الناس الكويسه هتكتر والناس الوحشه هتقل، فهيبقوا هم الوحشين في جزر معزوله. بس اتمنى ده.